متميز احتفلنا بيه جميعا، وهو انتصار العاشر من رمضان. مما لا شك فيه أعزائي المستمعين أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل دائما ذكرى عظيمة في تاريخنا العسكري والوطني أيضا، وهي تجسيد لقوة الإرادة وصلابة العزم وحكمة القرار. أيضا ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر هو رمز لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة ليتحقق أكبر انتصار عسكري للعرب في العصر الحديث. في تحية لكل أرواح الشهداء الذين أعلوا الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها. أيضا ستظل القوات المسلحة المصرية عينا ساهرة على حماية هذا الوطن. ويمكن احنا معانا عن من خلال بانوراما تعليمية واحتفاء بهذه الذكرى العطرة في خلال شهر رمضان الكريم الأستاذ سمير نوح، أحد أبطال المجموعة 39 قتال ومن رجال البطل الشهيد إبراهيم رفاعي. أهلا بيك يا أستاذ سمير. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف صحة وسلامة، وكل مصر بخير الشعب المصري كله، وكل ابطالنا العظماء زي حضرتك بكل خير وصحة وسلامة بإذن الله. ربنا يخليك يا استاذتنا ويبارك فيكي، وبهني الشعب المصري بحلول شهر رمضان والعيد العاشر لانتصاراتنا في اكتوبر الحمد لله، وبهني كل الشعب المصري، لان الشعب المصري هو صاحب الفضل الكبير بعد ربنا في انتصاراتنا في العاشر من رمضان. أستاذ سمير، ذكريات حضرتك في يوم العاشر من رمضان السادس من أكتوبر وانتوا كنتوا صايمين خلال هذا اليوم، كان اليوم عامل ازاي وبدأتوه ازاي؟ الحقيقة احنا كنا منتظرين هذا اليوم بفروغ الصبر. كل القوات المسلحة كانت منتظرة هذا اليوم، وكنا كلنا في أهبة الاستعداد على أساس كان يوم فرح وكان يوم سعادة إننا عايزين ناخد بطارنا من العدو الإسرائيلي اللي كان محتل أرضنا. وافتتحتوا اليوم ده يا أستاذ سمير بكلمة جميلة جدا، بسم الله الله أكبر. ده طبعا دي خلال العبور بفضل ربنا وبفضل القوات المسلحة والشعب المصري اللي وقف ورا القوات المسلحة. حقيقي كان يوم من أعظم الأيام اللي لا تنسى. وعلى رأي على كلمة الرئيس السادات لما قال سوف يجيء يوما نجلس فيه لنقص ونروي ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حانكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور ليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر من ما بين اليأس والرجاء. وبقول لشبابنا الوطني العظيم خلوا بالكم من مصر، لأن مصر غالية علينا قوي، لأن شهدائنا ضحوا بحياتهم وراوا أرض سيناء بدمائهم الكريمة. نعم. ربنا يرحم شهدائنا جميعا على مر العصور اللي ضحوا بحياتهم من أجل مصر. نعم. أستاذ سمير، حضرتك من ضمن المجموعة 39 قتال، واللي كانت بتعرف بمجموعة البطل إبراهيم الرفاعي، وكانت بتلقب بمجموعة أو كتيبة الأشباح. دورها إيه في حرب أكتوبر وفي ليلة العاشر من رمضان؟ في يوم العاشر من رمضان بنحمد ربنا إن أولا كلمة الأشباح دي اللي أطلق علينا بيها وزير الدفاع الإسرائيلي موشى ديان لما قال علينا الأشباح، لأن كنا بنعبر وندمر لهم الدنيا بحالها ونرجع ما يعرفوش مكاننا ولا إحنا بنسيب أي أثر، فسمانا موشى ديان ساعتها الأشباح على أساس كده. وفي يوم السادس من أكتوبر عام 1973 صدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعليماتها للسيد المرحوم الفريق الأول لا للعميد إبراهيم الرفاعي رحمة الله عليه، بإن إننا ندمر حقول بترول بلاعيم علشان خاطر نحرم العدو من إنهم يحاربونا بالبترول بتاعنا. يزود المعدات بتاعته بالوقود. أيوه، وفعلا طلعت 3 طيارات من
5 مساء يوم 6 اكتوبر، وتم تدمير حقول بترول بلاعيم وحرمان العدو اللي يستفاد من البترول، وحرمان العدو من الطيران ان يقدر يشوف مسرح العمليات من كثافه الدخان اللي كانت مغطيه مسرح العمليات بالكامل. وظلت النيران مشتعله لمده 3 ايام، وكان يعني من والطيارات طبعا وهم راجعين سقط الطياره طبعا منهم، واستشهد فيها اخ وزميل عزيز علينا كلنا المرحوم الشهيد احمد مطاوع رحمه الله عليه. وكان يعني حرمنا العدو في هذه العمليه، والعمليات كتير جدا في حرب الاستنزاف وفي حرب اكتوبر، عمليات كتيره قوي، وحضرتك تؤمريني وانا مستعد جاهز لاي حاجه. استاذ سمير، نعم، ببلغ شكري وامتناني للرجل العظيم البطل اللواء بائس يوسف، صاحب فكره تدمير الساتر الترابي لخط برديس، اللي فتح 60 ثغره في اليوم الاول للعبور. وطبعا بوجه تحيه اعزاز وتقدير للواء عبد القادر اللي كشف اسرار معركه امتزجت فيها دماء المصريين ببعض، اللي دمروا الكتيبه 35 فهد، دمروا 250 دبابه للعدو وحولوهم الى خرده. كان منهم البطل ابراهيم السيد عبد العال، والبطل محمد ابو اليزيد، والبطل صائد الدبابات رحمه الله عليه عبد العاطي، من الناس العظماء اللي ما ننساهمش. فربنا يرحم ابطالنا جميعا. وبوجه شكري لابطال معركه دبه الشجره العظماء، اللواء رجب عثمان، واللواء طلبه رضوان، والبطل محمد شمس، كل الابطال اللي هجموا على مركز القياده والسيطره بدبه الشجره، كل الابطال. وتحيه خاصه مني لشهيد البطل القائد بتاعي الشهيد العظيم اللي استشهد يوم 19 اكتوبر وهو صايم يوم الجمعه وقت الاذان، الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي. ربنا يرحم شهدائنا جميعا. نعم، امين يا رب العالمين. استاذ سمير، بما ان حضرتك احد ابطال المجموعه 39 قتال ومن رجال الشهيد البطل ابراهيم رفاعي، يمكن 60% من الشباب الان لم يعاصروا حرب اكتوبر. ايه هي الدروس المستفاده من حرب اكتوبر اللي ممكن ان احنا نوجهها ونفيد بيها شبابنا دلوقتي ونقول لهم عليها لكي نعمل على بناء مصر الجديدة، مصر المستقبل، ونستغل هذا الانتصار وهذه القوة اللي كانت موجودة عندنا ووحدتنا جميعا كوحدة، مش بس في مصر داخل مصر، ولكن وحدتنا كعرب للاستفادة بهذه الوحدة، ونحن بنبني بلدنا مصر وبنبني الدول العربية أيضا. اولا الدروس المستفاده يا باشا ان احنا عايزين روح اكتوبر ترجع لبلدنا ولشبابنا، عايزين روح اكتوبر ترجع لكل مصري وطني بيحب مصر. بمعنى ايه روح اكتوبر يا استاذ سمير؟ روح اكتوبر اللي كلنا كنا بنحارب وبنجري بدون اي مقابل، ما بنطلبش حاجه. نعم. الا علشان خاطر مصر بلدنا، علشان العدو ما يحتلش بلدنا وياخد ولادنا وبناتنا. وبنتمنى من الله ان تعمير سينا دي المفروض من الدروس المستفاده دلوقتي، تعمير سينا للشباب ومن المباني يعني على اساس ما نسيبش ثغره للعدو يقدر يخش في ارض سينا تاني. بنقول لشبابنا جميعا حافظوا على بلدكم، حافظوا على مصر، احنا قضينا اللي علينا، وبنتمنى من الشباب ان يحب البلد زي ما احنا كنا بنحبها، وكنا بنحبها بدون مقابل. وحتى الان بقرر قلتها في معظم الاذاعات والقنوات، انا راجل كبير ولكن انا مستعد احمل السلاح من تاني في اي وقت دفاعا لمصر وفي حب مصر. نعم. أستاذ سمير، عند التحاقك بالمجموعة 39 قتال وحضرتك كنت شاب وقتها، إيه هي الدروس اللي استفدتها كجندي داخل هذه المجموعة وتحب أن تعلنها وتضيفها لكل الجنود المصريين ليستفيدوا منها هذه الأيام؟ أنا أعوذ بالله من كلمة أنا دائما كنت بتمنى أن أدخل القوات المسلحة، وأسعدني الحظ ودخلت الصاعقة البحرية. والصاعقة البحرية كانت هي النواة الأولى للمجموعة 39 قتال، وكنت بتمنى في يوم من الأيام إني أكون ضابط، ولكن أسعدنا الحظ أو
ربنا حطنا في الموقف ان احنا نتحط في الحرب بتاع 67 وحرب الاستنزاف وحرب اكتوبر، والنصر كان من عند ربنا دائما بجانبنا، لان احنا كنا الحمد لله دائما بنخاف على بلدنا. ولما كنا نيجي نطلع عمليات حتى يعني في الوقت ده كنا بنتسابق مع بعض على اساس مين يطلع العمليه دي ومين لا، وانا عارف ان انا ممكن اطلع واستشهد او اطلع وما ارجعش تاني، ولكن كان كل ده برضه ما زلت اقول في حب مصر. واحنا في حب مصر بنشكر حضرتك استاذ سمير نوح، احد ابطال المجموعه 39 قتال، ومن رجال الشهيد البطل ابراهيم رفاعي، وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ سمير. وحضرتك بألف صحه وسلامه، وشعبنا وجيشنا وشرطتنا وقضائنا يكونوا دائما بخير، ونتمنى الامن والامان لبلدنا لمصرنا. وبوجه برضه دعوتي تاني لشبابنا يخلوا بالهم من مصر ويبعدوا عن الاشاعات والادعاءات الكاذبه من الارهاب الدولي. واشكر حضرتك. شكرا ليك يا استاذ سمير، الف شكر، كل سنه وحضرتك طيب. الف سلام يا فندم، حضرتك طيبه. بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر، بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر، بسم الله بسم الله. نصراني بلدنا، بسم الله بسم الله، بإيدين ولادنا، بسم الله بسم الله. نصراني بلدنا، بسم الله بسم الله، بإيدين ولادنا، بسم الله بسم الله. وأذان علمنا، بسم الله بسم الله، بيحيي جهادنا، بسم الله بسم الله. وأذان علمنا، بسم الله بسم الله، بيحيي جهادنا.